ازيكم يا حلوين؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم حلاوة المولد النبوي الشريف. كل سنة وانتم طيبين. وهنبدأ لكم بعمايل القشطة، كل اولادنا بتحبها. حطينا الطاسة على النار ونزلنا فيها بكوباية ونص سكر، زي ما انتم شايفين كوباية ونص سكر. هنحط لهم نص كوباية مية. بسم الله ما شاء الله. نسمي كده على الحاجة عشان تطلع كويسة معانا. احنا بنبل المعلقة كده عشان ننزل العسل الجلوكوز، عشان بيبقى ماسك شوية في الكوباية. فهنبل المعلقة من المية بتاعة الشربات وننزله. دي نص كوباية عسل الجلوكوز موجود عند العطار، واللي مش يلاقيه يحط عسل نحل. حطينا ايه؟ شعرة ملح صغنونة خالص، وجبنا معلقتين كبار مليانين جيلاتين بودر، وهنحط عليهم نص كوباية مية ونقلبهم معانا كده، ندوبهم ونركنهم على الرخامة لغاية ايه ما نحتاجهم. زي ما انتوا شايفين كده، برضو الجيلاتين بيبقى عند العطار وهو العسل الجلوكوز. بسم الله ما شاء الله. رجعنا تاني بقى للشربات بتاعنا، داخل على الغليان. هنجيب المضرب بقى ونقلب فيه، وهنجيب معانا بولة ونحط فيها شوية مية ساقعين عشان لما نيجي نختبر الشربات ما يلسعش ايدينا. ما تقلقوش من اي حاجة، ما شاء الله الحاجة سهلة وجميلة. هنحط باكت فانيليا، وهنحط معلقة برضو مية ورد ان شاء الله دلوقتي. مية ورد نحط حوالي معلقة. مية الورد والفانيليا مخليه ريحة الشربات كده لما بيغلي الريحة طالعة تجنن ما شاء الله. الشربات بدأ يتقل معانا، بدأ يتقل. هنجيب معانا بقى صينية او علبة او اي حاجة موجودة عندك، نحط فيها كيس بالطول كده وكيس بالعرض، نظبطها زي ما انتوا شايفين، عشان ديت اللي هنحط فيها القشطة. اللي انا بحطه ده سكر بودر. هنحط حوالي معلقتين ونص 3 معالق، ونحط زيهم كده نشا، نفردهم في قلب الصينية بالمعلقة. ونروح للشربات بتاعنا عشان نختبره. ناخد شوية بالمعلقة كده ونحطهم في المية الساقعة. استوى، عامل معانا كورة اهي، لازم تبقى كورة في ايدك كده زي ما انتوا شايفين كده. استوى، هنشيله من على النار. هنجيب الجيلاتين بتاعنا زي ما انتوا شايفين، نحطه في بولة بالمضرب بتاعنا. بس زي ما انتوا عارفين كده المضرب بتاعنا بعافية شوية، بس ما شاء الله يعني ادى العمل وكويس. وهتطلع بقى قشطة، مش قادرة اقول لكم زي القشطة يا قشطة، ما شاء الله تطلع ناجحة وجميلة. هننزل بالشربات وهو سخن، مش هنسيبه لما يبرد، لازم ننزل بيه كده وهو سخن. ضربنا الجيلاتين ضربتين 3 كده، وهننزل عليه بالشربات. ما شاء الله هتعجبكم حلاوة المولد اللي احنا هنعملها قوي، وهتجربوها وهتطلع ناجحة ما شاء الله وزي العسل. اللون بيبدأ يتغير معاكم درجة درجة، بيض زي ما انتوا شايفين. بنريح المضرب حاجة بسيطة بس، وهنرجع تاني نرب. مش عايزة اطول عليكم اهو، تنتنا نرب لغاية ما بقى عامل كده، لغاية ما تقل خالص زي ما انتوا شايفين كده، اتقل من الكريم شانتيه كمان اهو ما شاء الله. لازم تربي الحاجة وهي سخنة، هيطلع معاكي بالقوام ده. هنطفي المضرب بتاعنا زي ما انتوا شايفين، له مطة جميلة. دي المطة دي بقى سر نجاحه. انا بوريه لكم بس عشان تعرفوا تضربوا بالمضرب لغايه ما يبقى عامل كده. دي مش بتنزل، بس ما شاء الله. هنجيب بقى المعلقه بتاعتنا ونساوي بيها السكر البودر على النشا عشان هنحطه عليه. بص ماسك في المضرب ازاي. هنبل المعلقه نشا مع سكر عشان نعرف ننزله من البوله.
اهي بسم الله ما شاء الله، ما بتاخدش عمايل حاجة، هي الوقت اللي خدته بس واحنا بنضرب في المضرب حوالي 15 دقيقة، ربع ساعة، والشربات ما خدش على النار 10 دقايق على بعض. فضينا زي ما انتوا شايفين كده في الصينية، في علبة، اي حاجة زي ما انت عايزة. هنسويه وهنجيب بقى المكسرات بتاعتنا عشان نحط عليه المكسرات اللي انت تحبيها والمتاحة عليكي والموجودة عندك. انا هرش عليها زبيب، هحط الزبيب الاول عشان يتماسك فيها، وبعد كده رش جوزة الهند. يعني ما تحطيش جوزة الهند الاول، حط الزبيب لو هتحط زبيب، وبعد كده جوزة الهند. وزداني كمان اهو ما شاء الله. اهم حاجة حط اللي انت عايزة تحطيه، بس جوزة الهند تبقى في الاخر، عشان لو اتحطت هتمسك في القشطة ومش الحاجة اللي فوق مش هتتماسك فيها. اهي بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة وزي العسل ونضيفة، وعاملاها بايديكي ومخدتش وقت، والتكلفة مش كتيرة قوي ولا حاجة. ده زي ما انتوا شايفين 1.5 كوباية سكر ومعلقتين جيلاتين، حاجة بسيطة والعسل الكلوكوز موجود ومش غالي ولا حاجة. اهي زي العسل كده تمام. هنركنها بقى ونعمل حاجة تانية. هنعمل معاكم السمسمية، والمقادير واحد في كل حاجة. المقادير بتاعت السمسمية والحمصية والفولية والفستق بندق كله زي بعضه. حطينا كوباية سكر ونص كوباية مية، وهننزل بالعسل الكلوكوز نص كوباية عسل كلوكوز بالمعلقة كده من الشربات وهو سخن، وننزل بيها زي ما قلت لكم. يبقى احنا دلوقتي هنعمل السمسمية، ومقادير السمسمية هي مقادير الحمصية والسودانية والفستق والبندق وعين الجمل، كلها مقادير واحد. فعشان ما اطولش عليكم هعمل لكم بس حاجتين اتنين. وحطيت معلقة مية ورد. انتوا عارفين ان حلاوة المولد ايه حلاوتها كده وطعمتها، ما تحط لها مية ورد. هي بسم الله ما شاء الله. الشربات بتاعنا خلاص دخل على السوا. برضو هنجيب بولة فيها مية ساقعة ونشوفه برضو. حطيت رشة ملح ليمون بس ما جاتش في الصورة، يعني حطيت رشة بسيطة. زي ما قلت لكم كوباية سكر ونص مية ونص كوباية عسل جلوكوز. احنا هنعمل ربع كيلو سمسم، ولو انت عايزة بقى تعملي نص او كيلو ضعف الكمية. بصي استوت اهي زي الكرة في ايديك اهي. طلعناها من على النار، شلناها، وهندلق فيها السمسم. السمسم انا محمصاه على النار، طلعه منه الرطوبة. نقلبه كويس في قلب الشربات. لو حسيت ان هيبقى ناشف هنحطه على البوتاجاز واحنا بنقلب، هيطرى معانا عادي، لكن هو كده مظبوط ومقاديره مظبوطه ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان انا ما اكلتش السمسميه دي طول حياتي، يعني مش بحبها قوي، بس لما عملتها من ايديا طلعت طعمها زي العسل ما شاء الله. جبت الصينيه ودهنتها زيت ونزلت عليها. لازم كل حاجه بنسرع كده نعملها سريعه كده، كله سخن في سخن. بس انا غلطت غلطه لازم انا اقول لكم عليها. انا دهنت الصينيه زيت ونزلت عليها السمسميه، ما ينفعش، كان لازم انا احط كيس وادهنه زيت واحطها عليه، بس انا نسيت احط الكيس.
فبصراحة وانا بطلعها من على الصينية غلبتني شوية، فدي غلطة انا وقعت فيها. فلازم نحط كيس على الصينية وندهنه زيت. طبعا وهي سخنة كده حطيت الكيس عشان ايديا ما تتلسوعش، وبططتها زي ما انتوا شايفين كده، ظبطتها. وجبت السكينة بسرعة وهقطعها، لان لو نشفت مش هعرف اقطعها ولا اعمل اي حاجة. وهي سبحان الله بتنشف بسرعة. فلازم نحطها على الصينية ونفردها بسرعة ونقطعها في نفس الدقيقة برضو. ببل انا السكينة زيت واقطع بيها. وبعد كده يعني بعيد التقطيع واظبطه تاني، بس المهم قبل ما تنشف معايا. جبت المقصوصة كده وبقطع بيها بقى الصوابع، تعرضيها تعمليها مربعة طويلة زي ما انت عايزة. المهم نسعف قبل ما تبرد مننا. هي ما شاء الله اللهم بارك، مخدتش مننا حاجة، وحاجة نظيفة وجميلة، والسمسم جايبينه من مكان موثوق منه ونضيف، ولا في رملة ولا في حاجة مش كويسة. ما شاء الله كل حاجة كويسة وكل حاجة تحت السيطرة معاكي اهي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يبقى احنا كده عملنا القشطة وعملنا السمسمية. بصوا القشطة ما شاء الله متماسكة وجميلة. انا بيتها على الرخامة، مش في التلاجة ولا حاجة. انا متهيألي يعني تقريبا مخلصاها على الساعة 3 4 الفجر كده. فباتت اهي، وقلت ايه اوريها لكم. ما شاء الله. بليت السكينة زيت وهقطع بيها، او ممكن تبليها نشا وسكر من ده واللي تحتيها وتقطعي برضو. متماسكة وجميلة اهي وزي العسل. هي بتغلب شوية في التقطيع، بس هي جميلة ما شاء الله، والطريقة ناجحة 100%، والمقادير مظبوطة الله أكبر. عايزة أقول لكم إن أمنية بنت أختي بتعشق القشطة دي، فأنا عاملاها عشان خاطر أمنية. ما شاء الله. بص احنا هنقطع قطعتين 3 كده أوريها لكم، وبعد كده أقطع أنا براحتي. أوريكم بس إن هي ناجحة وجميلة، وأوريكم المطة الجميلة بتاعتها، وبعد كده إن شاء الله أقطعها. ما شاء الله. بصوا جميلة، بصوا المطة الجميلة ما شاء الله. والطعم بقى الفانيليا مع المورد مع ما شاء الله. بصوا. وهنرجعها تاني زي ما هي جميلة اهي ما شاء الله. قطعناها ورصيناها في الطبق، والسمسمية زي ما شفتوا برضو قطعناها اهوت وحطيناها. ما شاء الله دي الكمية اللي انا عملتها زي ما انتوا شايفين. حاجة جميلة وحاجة نظيفة وانت اللي عاملاها. هنعمل لكم بقى السودانية. برضو انا عملت الشربات اللي هو السوداني، حمصته، احمر مني شوية معلش. عملت برضو الشربات والحاجة عشان ما اطولش عليكم. طبعا انا قايله لكم مقادير السمسمية هي مقادير الحمصية هي مقادير السوداني. برضو هقلبه، وجبت الصينية وحطيت عليها كيس ودهنته زيت، ما انا مش هغلط بقى الغلطة مرتين. نقلبه كويس كده عشان يشرب من الشربات. هندلقها بسرعة ونفردها يعني ده الفرد بتاع الصينية سهل شوية عن السمسم. السوداني سهل عن السمسم. هنفرده بالمعلقة بسرعة عشان ما ينشفش مننا زي ما قلت لكم. اهم حاجة السرعة عشان بينشف بسرعة. ما شاء الله زي ما شفتوا. وهنجيب السكينة بتاعنا بقى ونقطعه. قطعناه زي ما شفت اهو. ما شاء الله اللهم بارك الله اكبر. مخدش حاجة. هنعمل لكم بقى الملبن. معلش بقى احنا هنطول عليكم شوية. حطينا كوباية سكر ونص، كوباية ونص، وهنحط عليهم كوباية ونص مية برضو.
حطينا كوباية ونص سكر وعليهم كوباية ونص مية، واول ما يبدأ يغلي هنحط ملح ليمون او نص عصير ليمونة، نص ليمونة هنعصرها. بدأ يغلي هنحط نص عصرة الليمون، ادي نص ليمونة هنعصرها معاكم. وده عسل الكلوكوز نص كوباية، نص كوباية عسل كلوكوز. بنحط طبعا المعلقة زي ما انتم شايفين في الشربات عشان سخن، وننزله كله عشان المقادير ما يبقاش ناقص منها حاجة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين هنجيب نص كوباية نشا، ونجيب برضو نص كوباية مية وندوبه فيها. الكوب اللي بنعاير بيه السكر بنعاير بيه المية، بنعاير بيه ايه عسل الكلوكوز، بنعاير بيه النشا كده. يعني الكوب اللي تستعمليه استعمليه في كل حاجة. هندوب النشا بتاعنا ونجيب المضرب الجميل بقى ونقعد نقلب الشربات وهو بيغلي، وننزل بالنشا ونقلب فيه. هنعمل لكم شوية ملبن زي العسل ما شاء الله. هنعمل لكم 3 ألوان من الملبن، هنعمل اصفر واحمر واخضر، كل واحد بيحب لون بقى عايزه. هنعمل ايه؟ لازم نرضي الجميع. التقليب المستمر على نار متوسطة او تحت المتوسطة شوية، نقلب على طول كده باستمرار. حتى بس لو بعمل حاجة في المطبخ بعملها وارجع اقلب على طول برضو. اهو بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بيبدأ لونه يتغير، بدأ بقى، ما رضيتش اطول عليكم يعني، قلبت شوية اهوت لغايه ما بقى شفاف زي ما انتوا شايفين كده. هننزل باللون بتاعنا بقى. بس عايزه اقول لكم بصراحه انا ما لقيتش اللون الاحمر، وهم مصممين ان هم ايه بملبن احمر. عملت ايه؟ الجيش بيقول لك اتصرف. جبت شربات لونه احمر كان عندي اهو زي ما انتوا شايفين بالفراوله، وقلت احط له. مش انتوا عايزين لون احمر؟ حاجه جميله اهيت، وعلى طول هما بيحبوا الشربات برضو. قلبته لغايه ما ظبطت اللون كده الاحمر اللي هما عايزينه ما شاء الله. جيت بقى انا كنت هنا مدوبه جيلاتين، حطيته بقى. اول ما تحطي الجيلاتين كده هتحسي ان هو بقى سايل شويه، لا ما تخافيش. معلقتين كبار دول جيلاتين، مدوباهم في ربع كوبايه ميه، حطاهم في بوله على جنب. زي ما شفتوا لما حطينا الجيلاتين تحسوا، لا وده حوالي 4 معالق سوداني كانوا عندي، يا دوب سخنتهم كده على النار، طلعت منهم الرطوبه، ما حمصتهمش يعني بس سخنتهم. برضو حطيت الكيس في الصينيه ودهنته زيت ونزلت فيه الملبن الاحمر جميل ما شاء الله. نركنه بقى جنبينا على الرخامة ونعمل الملبن الأخضر. طبعا المقادير كلها واحد، فاحنا هنخش معاكم ايه على طول على السوا عشان ايه ما نغلبكوش معانا. المقادير كلها واحد. حطينا برضو السكر وحطينا الليمون والمقادير كلها، وحطينا اللون الأخضر زي ما انتوا شايفين. انا هعمل كمية وهقسمها بين اللون الأخضر واللون الأصفر. طبعا انا نقصت شوية بالكبشة كده في طبق، واللون الاخضر حطيته في علبة بلاستيك، وحطيت كيس ودهنته زيت برضو، ونزلت اللون الاخضر زي ما انتوا شايفين. ما تقوليش ان هو سايل ولا حاجة، هو هيربط ويبقى جميل. جبت الشوية اللي انا شلتهم، حط عليهم اللون الاصفر واقلبهم كويس. بيقولوا لي عايزين شوكولاتة من دبي، لا انا عملت لهم ملبن من دبي اهو، ملبن الوان. حطيت عليهم بقى نقطتين 3 كده من اللون الاخضر،
وجبت العلبة حطيت فيها الكيس ودهنتها زيت، وهنزلها واحدة واحدة. ما شاء الله، عامله لكم ملبن لوحة فنية. هنظبط العلب بتاعتنا والحاجة زي ما انتوا شايفين. يبقى كده عملنا معاكم القشطة، سمسمية، السوداني، ملبن احمر، ملبن اصفر، ملبن اخضر. طولنا عليكم شوية بس هتستفادوا من الفيديو ده. جميل ومقادير كويسة ومظبوطة وحاجة على قد ايديكي، وتلات ارباع الحاجة موجودة عندنا في البيت. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هنطلع لكم ادي الملبن الاخضر والاصفر. الاصفر عشان نقصت الكمية، السمك غير رقيق شوية، بس مش مشكلة بقى، زي ما قلت لكم احنا عايزين نراضي كل الاطراف. الاحمر جميل ما شاء الله، بصوا ما شاء الله جميل، حاجة جميلة وزي العسل. بس الملبن الاخضر وكمان ايه لما يتحط في التلاجة هيتماسك اكتر ويبقى اجمل واجمل. بس احنا كنا عايزين نخلص عشان نصور، وبعد كده بقى شلناه في التلاجة. جبنا السكينة بتاعتنا هنقطع بيها، هو بيتقطع سهل بس عشان السوداني بس. يا جماله يا جماله، حاجة كده زي العسل. بصوا الملبن والسوداني فيه، بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم لما اتحط في التلاجة بقى احسن واحسن. الاخضر بسم الله. نجيب بالطول معانا. هو بيتقطع سهل بس السوداني بس ايه ما شاء الله. شفتوا المقادير جابت لنا قد ايه. بصوا الملبن، الخرطة بخرطتها جميل متماسك ما شاء الله ما شاء الله. نقطع الاصفر بقى، بصوا مرسومة ما شاء الله، لوحة فنية. ظبط الدنيا كده عشان الخرط تطلع متساوية. وممكن نحط الملبن على نشا وسكر برضو مفيش مشكلة، بس احنا دهنا زيت. ما تنسوش بقى لو الوصفة بتاعتي عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله هتعجبكم. كل حاجة بتتكلم عن نفسها وما شاء الله سهلة وبسيطة ومقاديرها مظبوطة. وجربوا واعملوا مش هتخسروا اي حاجة. جبنا الصينية بتاعتنا وفرشنا عليها كيس وبنرص الحاجة بتاعتنا بقى. وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. رص معاكم الحاجة كده كويس. انا ان شاء الله لسه هكمل بقية حلاوة المولد، بس انا استكفيت بدول عشان ما اطولش عليكم. جربوها هتعجبكم، حاجات جميلة. بقية الكمية موجودة معانا على سيرفيز، مش الكمية كلها دي، لسه بقية الكمية هوريها لكم. كل ده من اللي عملناه، حاجة بسيطة خالص يعني. ده ما خدناش كيس سكر، وعسل الجلوكوز موجود والجيلاتين موجود، وما شاء الله النشا موجود. ربع كيلو سوداني، ربع كيلو سمسم، ما شاء الله اللهم بارك. رصينا الصينية زي ما انتوا شايفين، وادي السرفيز حاجات معدية اكتر من ال3 كيلو ما شاء الله.